نتائج وترتيب الجولة الثالثة والعشرين من البطولة الوطنية الثانية موسم 2023-2024. ولكن قبل التفاصيل لا تنسوا ديروا جيم للفيديو واشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. النادي المكناسي يقترب من الصعود إلى القسم الأول احترافي بعد فوزه الكبير على أولمبيك خريبكا ب3 أهداف ل2. واصطاد المغربي يفوز على رجاء بني ملال ب2 ل1. الدفاع الحسني الجديد ينتصر على الاتحاد الإسلامي الوجدي ب1 دون مقابل ويقترب من المقدمة. الكوكب المراكشي ينتصر على الرصينغ البيضاوي في عقر داره ب1 ل0 ويقترب من تحقيق الصعود إلى جانب النادي المكناسي. وشباب أطلس خنيفرة يتعادل مع ضيفه جمعية سلا ب1 لمثله. سريع وزم ينتصر على ضيفه الوداد الفاسي ب1 دون مقابل. شباب المسيرة يتعادل مع أولمبيك تشيرا ب2 لمثلهما. والاتفاق المراكشي يتعادل أيضا أمام شباب بن قرير ب1 لمثله. أما الترتيب فهو على الشكل التالي: في المقدمة النادي المكناسي ب48 نقطة، في المركز الثاني الكوكب المراكشي ب40 نقطة، في المركز الثالث الدفاع الحسني الجديد ب39 نقطة، في المركز الرابع الاتحاد الإسلامي الوجدي ب37 نقطة، في المركز الخامس استاد المغربي ب34 نقطة، في المركز الثاني عشر الوداد الفاسي ب25 نقطة، في المركز الثالث عشر سريع واتزن ب24 نقطة، في المركز الرابع عشر الرصينغ البيضاوي ب20 نقطة، في المركز الخامس عشر الاتفاق المراكشي ب20 نقطة، وفي المركز السادس عشر الجمعية السلوية ب18 نقطة.